بالنسبة لموضوع الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه عن موضوع الأكلات اللي أنا منعتها زي البيض والبانيه والكلام ده مش عشان خاطر إن أنا ماشي على نظام الطيبات. أنا مش ماشي على نظام الطيبات، ونظام الطيبات ما يناسبنيش أنا كأحمد، كواحد بيبني عضلات والكلام ده، لأن ده شغلنا برضه. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا اتكلمت على معظم الأكلات اللي اتكلم عليها الدكتور ضياء بعد الفيديو بتاع الشباب بتوع العسل، واتكلمت على أكلات أكتر كمان. ولكن بقى لما ظهر لي الدكتور ضياء فضغط على الحتة الحساسة، اللي هو أنت بتاكل حاجة وأنت عارف الحاجة دي مش صحية، خصوصا إن أنا متأكد من الكلام ده. فانا مش ماشي على نظام الطيبات، وما اقدرش اقول لك النظام ده كويس ولا لا. لازم انت تجربه وتشوف جسمك هل هو كويس ولا مش كويس، فاهمني؟ انما انا غيرت مصادر بروتيني، وهقول لك ليه انا غيرت مصادر بروتيني. لان انا مثلا باكل البانيه، فاهمني؟ فانا بروح اجيب البانيه 200 بقى و20 230 250، المهم بيوصل ل 300 جنيه، وبجيبه ايا كان سعره، لان انا محتاج كميه مغذيات معينه يوميا، من بروتين، من كارب، من دهون. فانا مش هدفع كم الفلوس دي واشتري بيه مرض، فاهمني؟ لا، انا مش هشتري مرض. فهنا بس كان لازم يبقى فيه الوقفه. هي دي الفكره، ودي مش مزايده عليه على الدكتور، ولا اقدر انتقد النظام بتاعه، لان انا مش من الناس اللي بتطلع تزايد عشان تركب ترند. وانا واحد من الناس، يعني انا ما اعرفش الدكتور معرفه شخصيه، ولكن كنت شايف ان هو يعني هيفيد ناس كتير جدا، وزعلت عليه جدا، والله العظيم زعلت عليه جدا. لما توفى الله يرحمه ويغفر له، وكل اللي بيحصل ده او بيحصل في ميزان حسناته، واللي كان عايز يعمله قبل ما يتوفى حصل بعد ما توفى، فالله يرحمه ويغفر. فانا ما منعتش الاكل لمجرد منع الاكل وخلاص، انا كان لازم يكون عندي خطه بديله، عشان انا مش هينفع امنع الاكل كده، خصوصا ان الانظمه دي او النظام بتاع الدكتور، النظام ده يعني للناس اللي هي الناس الكبيره، الناس الموظفه، الناس معلش في الكلمه، اللي هو بياكل في الغداء بتاعه حته لحمه. انما انا ما باكلش الكلام ده، انا واحد باكل بكميات. فانا ما اعرفش، يعني ما اعرفش حاجه اسمها مثلا حته لحمه، حته بانيه، انا ما اعرفش الكلام ده. انا راجل عندي كميه بروتين معينه لازم اكل، كميه كارب معينه لازم اكلها، خصوصا ان انا مش بستخدم مكملات غذائيه، فانا معتمد على الموضوع بشكل طبيعي. حاجه كمان خلاني اراجع نفسي فيها برضو، انا كنت من الناس اللي بتستخدم الفيتامينز والكلام ده كله ومركز فيه جدا، ولكن قررت ان انا استغنى كمان عن الفيتامينز والكلام ده، وكله هيبقى اكل بس. ليه؟ لنفسي، فاهمني؟ مش لحاجه. فمش عايز الناس اللي هي بتطلع تقول لك ايه، هو انت جاي تتكلم دلوقتي بعد ما مات؟ الله يرحمه، والله العظيم انا زعلان عليه، والله العظيم مش بزايد على حد. بس انت بقى لما تيجي تقول لي الكلمتين دول، انا هرد عليك رد مش هيعجبك، لان انا قلت لك انا مش ماشي على نظام الطيبات وما يناسبنيش، وكل واحد عارف ايه اللي يناسبه. انا غيرت مصادر بروتيني بس، هو ده كل اللي انا عملته. إيه، انت عايز تجرب جرب، مفيش اي مشكله. انت لازم تجرب وتعرف جسمك محتاج ايه ومش محتاج ايه. يعني موضوع السلطه اللي كان بيتكلم فيه، فعلا الموضوع ده حقيقي. انا في عملاء معايا كنت بمنع لهم السلطه من الاكل، لان لما كانوا بياكلوا السلطه كانوا بيتعبوا، وكانوا بيرتاحوا جدا لما بمنع السلطه من الاكل. فكل عميل وليه حاجه. الحمد لله صحيان كويس جدا. بلاش والنبي الكلام بتاع الناس اللي هو ايه، هو انت افتكرت مش عارف دلوقتي، ما هو جوز امك في ايه مالك؟ فبلاش في حياه ابوك والمزايدات بتاعتكوا دي، عشان انا ما ردش مردات مش هتعجب. فمش عايزين نشيل ذنب بالاونطه، عشان لما هشيل ذنب هشيل ذنب، يعني ذنب بذنب بقى، يبقى هرد رد بقى ايه يعني هيزعلك مني. يعني انا ده شتمت مثلا الدكتور ولا غلطت في الدكتور؟ بل بالعكس، انا نزلت فيديو ان انا حزين جدا عليه فعلا، والله العظيم كنت حزين جدا عليه، الله يرحمه ويغفر له. بس بلاش بقى مردات الناس، يعني ما تحسسنيش ان هو كان جوز امك ومات فانت جاي بقى لسه فاكر تقول ان هو شخص كويس دلوقتي، فاهمني؟ بلاش والنبي الكلام ده، لان الكلام ده معظم الناس عارفاه، ولكن البروتوكول بتاعه خاص بحاجه معينه. فالبروتوكول بتاعه الحاجه الخاص بيها بعيد عني. الناس عندها مشاكل صحيه والكلام ده الحمد لله كويس وزي الفل. بس انا شايف ان مش هروح ادفع فلوس كتير في اكل غالي عشان يضرني اكتر ما يفيدني. بس هي دي كانت وجهة نظري كلها. اتمنى كده تكون رسالة وصلت. صباحكم فل.